كنتش اعرف بجد لما احط كده بيضايه على شويه زيت في الطاسه وعليهم نص كوبايه من السكر ان ممكن اطلع الجمال ده. وصفه الطاسه الخطيره دي بجد تحفه. اول حاجه حطيت بيضايه كده يا بنات عليها كده حوالي كده 4 أو 5 معالق من الزيت، وبعد كده حطيت عليها كيس فانيليا ونص كوبايه من السكر، وزي ما انتم شايفين هنا حطيت ربع كوب كده من الحليب. قلبي كل المكونات دي كويس قوي، وكمان حطيت عليهم معلقه صغيره كده ممسوحه بيكنج باودر. هقلب كل ده لحد ما يدوب، وهنزل هنا بمعلقه كبيره كده هرميه من الكاكاو الخام اللي هو غير محلى. هقلب برده كل المكونات دي كويس قوي. حطيت بقى الكاكاو هقلبه برده مع المكونات دي كويس قوي لحد لما كله يدوب معايا. بعد كده هنزل هنا يا بنات بكوبايه من الدقيق زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. هنقلب بقى الدقيق كويس قوي مع المكونات دي بالمضرب اليدوي، وكل ده في الطاسه زي ما انتم شايفين. نحط بقى عليها هنا ربع كوبايه ميه مغليه. ايوه ميه مغليه يا جماعه، تكون سخنه جدا عشان هتدينا في الاخر النتيجه روعه. هنقلب بقى كل المكونات دي كويس قوي، ولو حسيتي ان المكونات معاكي خفت شويه ممكن تضيفي معلقه دقيق زي كده. حسيتيها تقيله شويه ممكن تضيفي شويه معلقتين ميه مغليه او معلقتين من الحليب عادي جدا. هقلب بقى كل المكونات دي يا بنات، وبعد كده هبدا بقى اني انا اساوي الطاسه بتاعتي كويس قوي، وانزل كل اللي على الجوانب بالشكل ده كده بالاسباتوله، وهبدا ارفعها على نار هاديه جدا جدا. تمام كده. وغطيها. عايزه اقولك بقى بعد 10 دقايق بالظبط هتفتحي عليها بالشكل ده، ما كملتش 10 دقايق كمان، 7 دقايق تقريبا، على نار هاديه جدا. بتختبريها كده بخله سنان زي ما انت شايفه كده، او بعصايه الشيش تاووك. تمام. وهتبداي ان انت خلاص لقيتيها استوت هتنزليها، تسيبيها بس تهدى 5 كده. عندي هنا بقى مكعب كده من الشوكولاته الخام، انا كده مسيحاه في كيس، بحطه كده في ميه سخنه، وجوه الكيس بحط يا اما شويه حليب يا اما معلقتين كبار من الزيت، بيسيح معايا. وبحط بقى زينته كده بيه اللي على وش الكيكه بتاعتنا. وحطيت كمان هنا بشرط شوكولاته مبشوره. عايزه اقول لكم يا بنات اجمل والذ صينيه كيكه او طاسه كيكه سهله وسريعه هتعمليها وانتي واقفه للولاد، بدون بقى فرن وبدون تعب بدون مجهود بدون مكونات كتير، سهله وبسيطه زي ما حضراتكم شفتوا. وزيناها بصوص من الشوكولاته وعليها كمان بشره من الشوكولاته. عايزه اقول لكم بجد هشه وخطيره وقطنيه جدا جدا. هتشوفوا دلوقتي يا بنات بجد خطيره. بصوا كمان شاربه بقى من صوص الشوكولاته مدغولها كده وداخل جواها، وحاجه كده بجد رهيبه. القطعه ما شاء الله جميله جدا جدا. عملتي حاجه للولاد في اقل من 10 دقايق. عايزه اقول لكم تحفه. بصوا بقى هنا هشه جدا ازاي الكيكه، بجد جميله جدا يا بنات. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. بالله عليكم ما تنسونوش تشجعوني بقى بلايك وشير للفيديو، وكمان كومنت حلو منكم كده، جزاكم الله خيرا. جربوا ان شاء الله الكيكه دي يا بنات، حلوه وهشه وخطيره. ودي بقى كيكه الطاسه السريعه، ان شاء الله هتعجبكم جدا. ما تنسيش بقى لو مش متابعاني تابعيني في الصفحه.